السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ايه رأيكم النهاردة؟ ان شاء الله هعمل معاكم طريقة القشطوطة. ايه القشطوطة دي؟ القشطوطة دي حاجة كده طالعة ترند اليومين دول. محلات بلبن هي اللي اخترعتها، او هي بجد هي اللي بدأت فيها. الحقيقة يعني هي طريقتها سهلة قوي وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، بس الفكرة ان كل قطعة من اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بتمن، يعني بجد ما تستحقش التمن اللي هو بيبيعوا بيه محلات بلبن. فانا ان شاء الله قررت اعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. طريقتها مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هتعملي كمية كبيرة جدا، بدل ما هتشتري قطعة او قطعتين ممكن تعملي حوالي من 10 لاكتر من 12 كمان قطعة بكل الاطعمة اللي انتي تفضليها. طريقة سهلة قوي وبسيطة. ويلا بينا بقى ننافس طريقة بلبن او محلات بلبن. الناس اللي مش عارفة مين هو بلبن، ده محل كده بيبيع رز بلبن وحاجات كده. اول حاجة هنا هستعمل عندي دي الاسبونش الجاهز. هستعمل معاه 6 بيضات ونص كوباية من المية ومعلقة من الخل ورشة من الفانيليا. بس كده، مش هضيف اي حاجة تانية. هشتغل بقى على طول في العجان. هحط كل المكونات على بعض. انا عملت معاكم الطريقة دي اكتر من مرة. عملت كتير قوي تورتات وعملت كيكات وحاجات زي كده في القناة، ان شاء الله ممكن ترجعوا لها لو حبيتوا. فانا ان شاء الله كده هبدأ كده كل المكونات كلها هضيفها على بعض. يعني البيض على نص كوباية من المية على رشة من الفانيليا على نص كيلو من دقيق الاسبونش الجاهز. منين هجيبوا دي الاسبونش ده؟ من اي مستلزمات بيع حلواني او خامات حلواني. كل المكونات بتتضاف على بعض زي ما انتوا شايفين، وعملتها على طول في العجان. لو مش عندك عجان هتستعملي المضرب الكهربائي. مفيش مضرب كهربائي يبقى موضوع الاسبونج الجاهز لازم يكون فيه مضرب كهربائي، عشان عايز حاجة قوية تقدر تخليه يبقى فيه فوليوم كده عالي ويكون ناجح معاكي. اول حاجة اديته كده دقيقتين على السرعة الاولى، وبعدين قعدت ازود بقى شوية كده لحد ما وصلت لاعلى سرعة، لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. كمية الضرب او كمية الوقت اللي اخدته في الضرب علشان يوصل معايا بالشكل ده اخد معايا حوالي 7 دقايق. بالمضرب الكهرباء بتاعك هياخد معاكي حوالي يعني من 7، ممكن من 8 دقايق ل10 دقايق. تمام كده. هو ده كان القوام بتاعه. جبت الصينية بتاعتي هنا. الصينية بتاعتي مقاسها 30 في 40، يعني حاجة كده محترمة جدا. ونزلت عليها بالخليط زي ما انتم شايفين. حطيت يعني ورق زبدة، ولو مش عندك ورق زبدة ممكن تبطنيها بشوية كده من اي مادة دهنية، وبعدين تبدريها بالدقيق. هتأدي نفس غرض ورق الزبدة. تمام. انا هنا وزعت كل الخليط بتاعي. كنت مسخنة الفرن على درجة 180، قعد معايا على اعلى درجة في الفرن. حطيته في الرف الوسطاني، قعد معايا حوالي ربع ساعة. يعني انا عشان معلية الحرارة على الاخر الاسبونج، لو انتوا تلاحظوا الارتفاع بتاعي مش عالي، فعلشان كده اخد معايا حوالي ربع ساعة. تمام. انت ممكن ياخد معاكي 10 دقايق او كل حد يعني على حسب الفرن بتاعه. طبعا هنا بعد على طول ما خرج من الفرن، وده الشكل بتاعه. عايزه اقول لكم بقى ما شاء الله ما غابش خالص. هنا بقى هعمل ايه؟ هغطي الوش بتاعه وهسيبه يبرد تماما. انا عايزه الكيك بتاعي يبرد خالص. سبته طبعا على جنب. ويلا بينا نعمل الكريم شانتيه او الكريمه بتاعه القشطوطه. اول حاجه معايا كوبايه من الكريم شانتيه الغير محلى اللي هو الخام. حطيت عليه حوالي كوبايه من الميه المتلجه زي ما انتم شايفين، فيها قطع كده من التلج. وحطيت لها 3 معالق كبار من السكر. كله على بعضه بردك، وضربته في المضرب او اضربي في العجان زي المتاح عندك، اشتغلي بيه عادي جدا. ضفت لها هنا معلقه كبيره من اللبن البودره بتديها كثافه كده. هبدا اضرب 10 دقائق هبدا 5 دقائق، وبعد ال5 دقائق هضيف لها ربع كيلو كريمه لباني. كله هيكون موضح ان شاء الله قدامكم. ليه ما ضفتش الكريمه اللباني في البدايه؟ لان الكريمه اللباني لو ضربت فيها كتير هتفصل وتبوظ لي الكريمه بتاعتي. تمام. هنا بعد اول 5 دقايق طبعا بدا يطلع كده. هي دي ربع الكريمه اللباني، دي جايباها من عند اللبان، مش مثلا بودره خفق او حاجه، لا دي كريمه لباني. نزلت عليها بعد 5 دقايق من ضرب الكريم شانتيه، واديته كده لفه كده حوالي دقيقه، وكانت خلاص خلصت معايا الكريمه. وكانت طبعا طعمها جميل، وانا بعزز الطعم. عايزه اقول لكم انا لما جبتها من بلبن، محلات بلبن، والله ما كان فيها كريمه لباني خالص، كانت كلها كريم شانتيه.
هنا بقى ما شاء الله لما غطيت السبونج بتاعي وشلت طبعا الورق الزبده زي ما انتم شايفين، دي كانت الشكل بتاعي. هي بردت تماما. عايزه اقول لكم انا احتفظت بالاطباق اللي انا جايباها من بلبن علشان اعمل فيها نفس اللي انا اشتريته بالظبط. طبعا توفير مش قادره اقول لكم قد ايه. هنا عندي القارب بتاعي او الصينيه بتاعتي مقاس 30 في 40 زي ما قلت لكم، فانا هنا هجزأها على 3 قطع بالطول. تمام كده، وكل قطعه على حسب التقطيع اللي تحبيها. انا عايزه اقول لكم هنا القطعه دي كانت ممكن تتقطع قطعتين، يعني اللي انا كنت جايباها من محل بلبن كانت تقريبا يعني نص دي تقريبا، مش اكتر من كده. زي ما قلت لكم الكاميرا مش بتبين كل حاجه. انا قطعتها كده التقطيع اللي تناسبني، شلت بقى الحروف بتاعتي علشان اخليها متساويه كده وفي نفس الوقت زي اللي انا اشتريتها بالظبط. الحروف دي مش بتترمي يا جماعه، الحروف دي طعمها تحفه جدا. تمام. ادي القطعه اهي، بصوا لو انتوا شايفين القطعه ما شاء الله ماليه الطبق. انا لما جبتها ما كانتش كبيره بالحجم ده، فانتي التقطيعه دي على حسب الذوق بتاعك او على حسب طبعا اللي انتي تفضليه. خلاص هبدا بقى اعمل ايه علشان نغرق القشطوطه بالحليب زي ما احنا متعودين. جبت هنا حوالي كوبايتين كبار من الحليب وحطيت عليهم 3 معالق كبار من السكر. حابه الحاجه مسكره اكتر من كده ممكن تضيفي السكر على حسب رغبتك. هنا بقى مسكت القطعه كده بدات اشربها بالحليب. طبعا انا لما جبتها كانت الطبق كله حليب. انا بصراحه ما حبيتش الحته دي قوي يعني فيها، فانا فضلت ان انا هشرب الكيك بما يكفي، يعني بما فيه الكفايه. وحوريكوا طبعا تجربه او حوريكوا ضغطه كده بعد ما اخلص كل الكميه اللي قدامي قد ايه هي الكيك متشرب بالحليب بشكل مش طبيعي. بصوا هنا انا مش حباها بصراحه املاها قوي زي ما انا قلت لكم ان انا اشتريتها. بصوا شايفين عامله ازاي، هي بجد عايمه في الحليب. شايفين الكيك بتاعي متشرب يعني مفيش بعد كده. خلاص دي كانت مرحله تشريب الكيك. عايزه تزودي حليب براحتك. جبت بقى الكريمه حطيتها كده في كيس، ما عنديش كيس حلواني، حطيت في كيس تلاجة عادي، ونزلت بقى ايه عليه كده فوق الوش. هبدا يعني اسويها بالمعلقه بسباتيولا باي حاجه عندك، مش مهم الوش ده مش هيبان، لاني انا هبدا احط فاكهه بقى، طبعا الفاكهه اللي تفضليها. اليومين دول في فراوله كتير، في موز كتير. انا الحقيقه عندي المانجا دايما لما بيكون في موسم المانجا يعني بشيل كميات كبيره او بشيل وحدات كده زي ما هي، علشان يعني بحب استعملها قوي قوي في الكنافه في رمضان ان شاء الله. فانا طبعا طلعت واحده مانجايه وقطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين كده. وعندي شويه هنا من الكراميل كان فاضل من الفيديو بتاع السينابون. ودي قطعه المانجا، اخدت من المانجايه كده زي ما هي قطعتها قطع زي ما انتم شايفين، وبدات بقى ازوق. حته التزويق دي بتاعتك انتي. انا طبعا جبتها من المحل ما كانتش فيها كميه المانجا اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، كانت حاجه كده كام واحده كده فوق الوش مش كتير. تمام. هنا خلصت كده. انا بصراحه بحب المانجا جدا، ولادي طبعا بيحبوا المانجا، فانا حبيت اصنف. هنا بقى ايه خلصت كميه يعني طبقين، عملت كمان 3 اطباق من المانجا. هنا بقى الكراميل ده بدأت أزوقه كده بشكل عشوائي، واديته شوية من البندق، عندك بقى سوداني تمام، أي نوع مكسرات ممكن تضيفيه، مفيش قاعدة عامة لأي أكل إحنا بنعمله، المتاح عندك اشتغلي بيه. خلصت الكميتين. هنا بقى كان عندي شوية كده من الفستق، حبة صغننين كده، ورحت اديتها رشة علشان تنطق اللون وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو. هنا كمان كان عندي شويه كده من الصوص الفراوله فضفتها عليها، كانت عندي عايزه اقول لكم كانت طعمها بجد خرافه. كده خلصت الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو متنسيش تضغطي لايك، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.